رجعنا تاني بعد الفصل لكل حبايبنا، وزي ما قلت لكم الاكل ساعات كده اسمه يخد، لكن كله بيبقى سهل. اي ست بيت بتعمل كل حاجه وهي بتبقى شاطره وما فيش عندها اي مشكله. والنهارده على ريحه الاكل الحلو والفته اللي انا كنت نادراها جالنا واحد حبيبنا قوي كلنا بنحبه، السفير بتاعنا بقى. اتفضل يا استاذ عصمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة غالية؟ أهلا بيك. وألف ألف ألف مليون مبروك على المطبخ الجديد وعلى رجوعك للشاشة وجماهيرك الحلوة والمصر والعالم كله اللي بيسعى عليكي بقى لهم 3 سنين. والله أنا رجعنا اهو لكل حبايبنا بقى أستاذ عصمت وكل حبايبنا العرب. أنت ما تنسيتيش خالص يا غالية، أنت دايما في القلوب والناس كلها بتسعى عليكي، والحمد لله إن أنت رجعتي على قناة جميلة جدا، القاهرة والناس. والدنيا من غير ناس ما تنداس. أيوة. كده ولا ايه؟ رجعنا بقى للامثال بتاع زمان يا حاجه غاليه. الله يخليك. الله يخليك يا استاذ عصمت، انت النهارده مشرفنا ومنورنا، وكل حبايبنا والاستاذ محمد الشامي وكل الناس اللي كانت بتكلمنا كلها ببعت لها الف سلام. طبعا عندك اصدقاء العالم كله هيكلمك، وعارف ان الناس كلها مبسوطه دلوقتي وبتشوف غاليه وبتشوف عصمت وبتشوف المطبخ الجديد ده. ربنا المحبه. ايه رايك انت بس في المطبخ الجديد؟ لا بصي، لازم يبقى في تغيير. انا احب التغيير. تغيير يعني ايه؟ يعني المطبخ بتاعك الجميل الحلو قوي بتجددي، فما فيش مانع ان كل الناس لازم تجدد في بيوتها وتنظف في بيوتها، وحاجه جميله جدا. والف الف مبروك على المطبخ يا غالي. ربنا يخليك يا استاذ. والاكله الجميله النهارده الفته الحلوه دي بقى بمناسبه الرجوع بقى. النهارده نادري يا اخويا، انا قلت اول ما ارجع كده لكل حبايبي هعمل طاجن فته كده واقول يلا يا حبايبي ناكل. حاجه جميله، وكل سنه وانت طيبه، والعالم العربي ومصر كلها بخير ان شاء الله، وسلام وصحه وسلام. ومتعينا بقى بالاكل الشعبي الجميل اللي احنا كلنا متربيين عليه يا غاليه. الاكل الشعبي بتاعك ده بيخش كل البيوت، من البيت الصغير للكبير كل مصر وكل العالم كله متربى على الاكل الشعبي. اكلنا الفول والطعميه والمسقعه والبصاره والحاجات اللي انت رجعتها لنا زي زمان، وترجعها لنا تاني بقى عشان جماهير القاهره والناس وجماهير مصر. بس يا حاج عصمت ده انا هحضر لك احلى اكل شعبي في رمضان. الله يخليك. وهنخصم اللحمه شويه، وهنركن الفراخ على جناحها حبتين على راي الحاج محمد. اللحمه بقت غاليه ونتصور جنبيها. يعني هو ما فيش احسن من الاكل الحرش بتاعنا اللي ينزل البطن كده يصم ويقعد يرقد مسمار المعده. يرقد كده. الحمد لله يا غاليه، وانت دايما في خير وسلام كده، وحاجه جميله مطبخك والفاكهه الجميله والخضار الجميل، ومبروك على الثلاجه الجميله والمطبخ الجميل يا غالي. تسلم يا استاذ عصمت، ودايما كده في خير وسلام وتسعيد الناس كلها يا رب كده. اهم حاجه الكلمه الطيبه يا استاذ عصمت. عايز اقول لك حاجه بقى يعني اللي بتوصل للقلب على طول. الله يخليك، وبارك لك بقى على ياسين الجميل بقى ابنك. ربنا يخليك. وربنا صبرتي ونولت يا غالي. الحمد لله. هوريك كل حبايبي دلوقتي هطلعه لكم على الشاشه ان شاء الله. ده لازم يبقى لي حلقه مخصوصه ان شاء الله. الله اتفضلي بالبرنامج بتاعك بقى كده، وانا تحت امرك في اي حاجه. ربنا يخليك يا استاذ عصمت. الله يخليك. وعلى وشك الحلو الرز طالع مفلفل وزي الفل. التطور الجميل بقى في الحلل الجميله دي بقى غاليه. جبت بقى قلت ايه اجيب شويه كده، بس برضه ما يجي غير على الاكل كده في الحلل الالومنيا واجلي ولمع. لا هو في حد انت خليتي الستات البيوت كلها تغير منك في حكايه يقول لك انت كل مره تجيبي طقم جديد يا غاليه، وانت تاريكي بقى ايه ادعك في الحلل. ما فيش احسن يا اخويا من الحلل الالومنيا بتاعتنا. طبعا ما النحاس بقى خلاص انتهى بقى، النحاس انتهى يا غاليه. بص بقى اتلموا الحبايب وما بقاش حد غايب. ايوه حبيبي. على وشك الحلو بقى خد بقى الشريف عبد الله وقول الو. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الو ازيك يا حاج عبد الله؟ يا اهلا وسهلا. شفت اتجمعنا تاني. الله يخليك يا حاج عبد الله، اتجمعنا تاني اهو يا حاج عبد الله. الله يخليك، وحشتونا. انت اكتر والله يا حاج عبد الله، كان نفسنا تكون معانا بقى في المطبخ كده. يا شريف عبد الله هبعت لك طبق فته، بس ابعت لي طياره. لا دلوقتي خلاص الجسر دلوقتي اهو مفتوح دلوقتي، وخلاص باقيله شويه وهيكون زي الباص كده اهو على طول واحد يجي. ماشي يلا. القعده مش هتحلوه الا بيك يا شيخ عبد الله وباهل السعوديه الكرام. الله يخليك ويسلمك. والله انا فرحت قوي 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 من ام ياسين من ياسين. ايوه تسلم لي يا شيخ عبد الله، تسلم وتعيش. والله الله يحفظه ان شاء الله هو واخواته يا رب. الله يخليك. تسلم يا شيخ. الله يخليك يا عبد الله. ما هم ياسين بقى الحاجه غاليه بتجمع الناس كلها مع بعض يا حاج عبد الله. تسلم وتعيش. هنستناك تجينا عشان تبقى ضيف عندي كده وتطبخ لي طبخه حلوه. انا عارفه ان انت استاذ في قلي البيض زي استاذ عصمت. مش كده وبس، ده انا هاجي بس انا علشان كده اشوفكم، وهيكون يعني اخر سعاده واخر حلاوه بصراحه ربنا. تسلم لي، ده بوجودك وبكل حبايبنا العرب في كل الدول العربيه، انتوا بتنورونا وتشرفونا وعلى راسنا من فوق.
تيجي تفطر معانا يوم يا حاج عبد الله ان شاء الله. ان شاء الله تيجي تفطر معانا يوم بقى ان شاء الله على خير باذن الله. تسلم لي، انا كل يوم معاك على القاهره والناس في رمضان، كل يوم كده تفتح التلفزيون على القاهره والناس وتقول بقى ما استنى اشوف غاليه. طيب خلاص خلاص. مع الف سلامه يا شيخ. هنرجع بقى للاكل بتاعنا. الرز خلاص اتشرب على طول اهو، عملناه معاكم على الهوا. اي ست بيت ما تقولش، في ستات كتير قوي تتصل تقول لي يا غاليه الرز الابيض بيلت، بيبقى يطلع مني معجن شويه. لازم تسيبي فوق وش الرز قرات كده، قرات يعني كده عقله صباع، يطلع معاكي مفلفل اهو قدامك اهو، ولا في واحده ولا معجن ولا اي حاجه، بيطلع مفلفل وزي الفل. اديله الميه او الشوربه على حسب عينك، عينيكي ميزان، يطلع معاكي زي الفل. والصلصه كمان خلصت اهي، اتسبكت وريحتها طلعت وعماله تبكبك اهي. والعيش تحطي له سنه سنه وواحده واحده هيطلع معاكي زي الفل. هنغرفها دلوقتي عشان خاطر ناكل منها بقى استاذ عصمت، بس في الاخر بقى لازم يبقى ختمه مسك. طبعا ده لازم طبعا. اللحمه فين طيب؟ لا اللحمه خليها في الاخر، بشوقكم شويه. اهم حاجه الهوبر بقى، هوبر مش حتت صغيره، هوبر. العيش يطلع مفلفل كده، ما تخليهوش، ما تحطلوش ميه كتير عشان ما يبقاش معجن، لازم يبقى مفلفل وفيه روح كده. لا وريحته جميله. انت عامله بالثوم والخل وثوم ولا لسه ما حطيتيش خل وثوم بقى فيه؟ ريحته حلوه العيش ده. ربنا يخليك يا استاذ عصمت. هتدي راق كده عيش. في ناس تحب العيش كتير، ناس تحب العيش قليل، على حسب مزاجك. انت في مطبخك على حسب مزاجك، محدش يقولك لا تعملي شمال ولا بتعملي يمين، على حسب ما تحبي. حطي عيش كتير، حطي عيش قليل زي ما تحبي. يعني احنا النهارده في اول يوم رمضان، الواحد بقى يبقى صايم ومش قادر وعمال يشم في ريحه اكل، يعني كان الله في عونه يا استاذ عصام. طبعا ده كفايه يعني ريحه الثوم والصلصه الجميله دي. انا عمال اطبخ كده واقول ايه ده؟ يعني اللهم اني صايم. ابو فارس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا استاذ غالي؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك، على وشك الحلو الفته اهي بقى جايه لك، بس اكيد صايم. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واستاذ عصمت طيب، وكل مصر والعالم العربي بخير يا رب. وانت طيب يا حاج ابو فارس، وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب وبخير. الله يبارك لك يا رب. مبروك ياسين ما شاء الله. ان شاء الله تسلم وتعيش، ربنا يخليك ويخليهم لك يا رب. الله يبارك لك، بارك لك في الموهوب وشكرت الواهب. الله يخليك، تسلم لي وتعيش. الله يسلمك يا رب. انا حابب والله اسلم عليكم وبارك لكم برجوعكم تاني، والحمد لله على السلامه. واحنا في الامارات على طول، احنا الشباب والزبائن بنتعلم منكم كتير، بنقعد نتفرج عليكم عشان نحاول يعني نطبخ ونتعلم بقى كويس. شفنا بقى على القاهره والناس كل يوم في رمضان، وان شاء الله هنعمل لك اكلات كتير هتعجبك، بس طبعا مش كون بقى زي اكلكم. ان شاء الله. انا عايز اسلم على والدتي من عندك، ابعت لها السلام. الحاجه ام علاء والحاج علي بقى موجود، اسلم عليه، وزوجتي واولادي فارس وعلي. اجدع سلام ليهم. اسلم عليهم جميعا. احسن سلام ليهم، انت النهارده شرفتنا. مع الف سلامه، تسلم. على السلامه، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب وبخير. فاضل بقى كام ساعه على الفطار. طيب. خلاص بقى نحط اللحمه. لا استنى، بلاش اللحمه دلوقتي، هنحط الاول شويه صلصه. يعني ولا اقول لك اخلي اللحمه بعد الفاصل. اشوقكم شويه. انت النهارده شرفتنا. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم. الله يخليك، شكرا يا غالي، والف مبروك يا الله يخليك، الف مبروك. السلام عليكم. هنطبق طبق الفته، هنطلع فاصل صغير، هنحط شويه صلصه ونرشق اللحمه ونرجع تاني لحبايبنا. استنونا بعد الفاصل على القاهره والناس.